السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا بينا نعمل بقى حلا بارد يرطب على قلبنا في الجو النار اللي احنا فيه ده. هنجيب 3 اكياس بسكوت سادة اي نوع عادي، نضربهم في الكبة كويس مع بعض ونطحنهم كويس قوي قوي. بعدين نحطهم في بولة ونحط عليهم نص كوباية سمنة بلدي سايحة ونقلبهم في بعض لحد ما نبس كمية البسكوت بالسمنة كويس، ونتأكد ان السمنة وصلت لكل كمية البسكوت وشربت منها. وبعد ما نبسهم كويس وندخل السمنة كل كمية البسكوت ندخلها في السمنة، نفضل نضغط عليها، نضغط بالمعلقة كده بظهر المعلقة، نضغط على البسكوت ونسويه في الصينية اللي هنشتغل فيها. نساوي ونضغط لحد ما تبقى يعني اكنها بلاطة كده، تبقى كلها متساوية وما يكونش فيها اي مسام واسعة في النص او متفتحة او مشققة. شايفين؟ توصل للسمك كده بحيث لو خبطتوا عليها بالمعلقة ما تتفككش. نجيب بقى اي فاكهة موجودة عندنا عادي اللي احنا نحبها، ونجيب نقطعهم باي حجم احنا عايزينه. بعدين هنجيب كيس جيلي باي طعم انتوا تحبوه ونقلبه، نحط عليه كوباية مية مغلية، كوباية واحدة، ونقلب كويس اوي لحد ما نتأكد ان كل الجيلي داب، ما عادش فيه اي جيلي خالص. ونسيبه يبرد، ما يكونش سخن خالص، نسيبه شوية كده يبرد عشان لما نصبه فوق الفواكه ما يفككش البسكوت اللي تحت. لو هو سخن هيبوش كل حاجة. بصوا، انا بستخدم جيلي فراولة علشان اول طبقة فواكه بحطها بتبقى فراولة. هنرص الفراولة ونصب فوقيها اول طبقة جيلي ونحطها في التلاجة يمسك نفسه شوية لحد ما نعمل الطبقة التانية. جبت كيس جيلي تاني بأي نكهة بقى تحبوها، وحطت عليه كوباية مية مغلية، نفس الخطوات، وسبته يبرد تماما علشان اصبه على الفواكه التانية. جبت باقي الفواكه اللي انا كنت مقطعاها وحطيتها على الجيلي بعد ما اتأكدت ان الطبقة اتمسكت. ولو هتلاحظوا ان البسكوت شرب شوية جيلي بيخلي الطعم تحفة. هنحط الفواكه وبعدين نحط عليها الجيلي التاني اللي بعد ما اتأكدنا انه بارد عشان ما يسيحش طبقة الجيلي اللي قبليه وكله يسيح في بعضه. بعدين ندخل كمية الفواكه كلها، نتأكد اننا غطسناها فوق الجيلي في الجيلي كده عشان يتماسكوا مع بعض، ما تكونش في حاجة طالعة لفوق. وندخله المفروض في التلاجة من 4 ل6 ساعات، بس انا ولادي ما استنوش بصراحة. يعني قعد عندي سبتها ساعتين بس تقريبا، وقطعت منها للولاد عشان ياكلوها. بس لو يستحسن تسيبوها اكتر من كده علشان تطلع معاكم ماسكة نفسها تماما، وكل طبقة محتفظة بنفسها وبقيمتها. بصراحة يا جماعة طعمها كان تحفة تحفة تحفة. طبقة البسكوت اللي تحت دي شربت من اول طبقة جيلي مع السمنة البلدي، كان طعمها خطير وبترطب على القلب كده في الجو ده، وطعمها منعش ولذيذة وخطيرة. واول طبقة من البسكوت علشان هي ما تفكش لازم نتأكد ان احنا صمغناها كويس بالسمنة وضغطنا عليها كويس وخليناها بلاطة زي ما انا قلت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس.